الناس أول ما بتروح دير البراموس بتجري أول حاجة على جسد الأنبا موسى والأنبا إيسيزوروس. بس ما لفتش نظركوا قبل كده الكلام المكتوب على الرخامة البيضة اللي في مقصورة الأنبا موسى والأنبا إيسيزوروس؟ في اسم مهم قوي مكتوب على الرخامة دي، اسم المطران اللي في الصورة اللي قدامكوا ده يبقى مين؟ تعالوا احكيلكوا حكايته. زمان وفي يوم من الأيام، وبالظبط يوم 11 نوفمبر سنة 1963، السما فتحت أبوابها عشان تستقبل ملاك جديد، القديس الأنبا بنيامين الكبير، مطران المنوفية، اللي كان صوته زي الكروان بيطرب القلوب ويملى النفوس بسلام وفرح ربنا. لكن قبل ما يبقى كسارة الكنيسة وصاحب الصوت اللي كل الناس بتحبه، كانت حياته مختلفة تماما. وهو صغير كان اسمه حلمي، وكان حلمي شاب بعيد جدا عن الكنيسة، وكان ماشي مع أصحابه وحشين جدا، وسمعته كانت وحشة، الناس كلها كانت بتبعد عنه. وفي يوم من الأيام حصلت حاجة غيرت حياته للأبد. أخوه الكبير مات، كان شاب طاهر وكل الناس بتحبه. سمع واحد بيقول للتاني وهم شايلين جسد أخوه: إزاي ربنا ياخد الملاك ده ويسيب لنا حلم اللي محدش طايقه ولا حد قادر عليه؟ الكلام ده نزل على قلبه زي السهم، وحس إنه رسالة من ربنا ليه عشان يصحى ويفوق. ومن اللحظة دي قرر إن هو يتوب ويرجع لربنا. حلمي اتأثر بصيت القديس الأنبا موسى الأسود شفيع الخطاة والتايبين، وقرر إن هو يسيب الدنيا بكل شهواتها ومشاكلها، وراح على دير الست العذراء البراموس في وادي النطرون، وكرس حياته هناك للنسك والصلاة. وهناك كان محبوب جدا من كل الرهبان، وكان مثال على الطاعة والخدمة، ملفت جدا للناس. وبفضل قداسته ونموه الروحي ربنا اختاره عشان يبقى مطران المنوفية، ومن وقتها بقى أب حقيقي لكل واحد. وكان صوته جميل جدا في القداسات زي ما يكون دعوة سماوية. كان صوته بيدخل قلوب الناس ويخليهم يتوبوا. كان بيهتم بكل واحد ويزور كل واحد في بيته، ويفتقد المفقودين ويرجع الضالين لحضن الكنيسة. ويتحكي عنه موقف مؤثر جدا لما زار أبونا متى المسكين وتلاميذه نساك وادي الريان اللي كانوا في وقت صعب. الأنبا بنيامين بكى من أجلهم وصلى عليهم وحللهم وبارك حياته. مش بس كده، ده كمان اداهم كل اللي كان معاه من فلوس وأواني مسبح علشان يساعدهم ويشجعهم. الأنبا بنيامين كان قدوة في الحب والرحمة، حتى لما عمل مقصورة جميلة لجسد القديس الأنبا موسى الأسود في مطرانية المنوفية، كان ده تعبير عن امتنانه لشفاعة القديس اللي غير حياته. انت عارف ربنا كل يوم بيبعت لنا رسائل عشان نفوق ونرجع له. زي ما حلمي سمع صوت ربنا وتغير، انت كمان ممكن تتغير. خليك شاطر زي موسى الأسود عشان تبقى موسى الأبيض، وخليك شاطر زي حلمي عشان تبقى الأنبا بنيامين. بركة القديس الأنبا بنيامين والأنبا موسى الأسود تكون مع جميعنا أمين، ولربنا المجد الدائم أمين. لو أول مرة تعرف حكاية الأنبا بنيامين مطران المنوفية، ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة ويتشفعوا بيه. وتابع قناتي واستنوني كل يوم بالليل مع حكاية قديس جديد.